ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ طيب خليني في البدايه اتكلم معاكم. احنا النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنبدا نتعلم ازاي نقدر نعمل فويس اوفر طبيعي 100% باي لهجه انت تحبها في العالم عامه. طيب في البدايه احنا هنستخدم موقع جوجل اي اي ستوديو. طيب خلينا في اول حاجه نبسط الموضوع خالص ونبدا نشرح الواجهه اللي قدامنا دي كلها. احنا مش هنحتاج في الواجهه دي كلها غير النيتيف سبيتش جنريشن، هي الواجهه دي. فده اللي هنبدأ نشرح عليها. تقدر ان انت تجيبها من هنا، وفي نفس التوقيت لو انت واقف هنا برضو تقدر ان انت تجيبها من هنا. بالظبط كده. فالاسرع ان انت تدوس native speech generation على طول. طيب خليني اشرح قدامكم دي الواجهة اللي احنا هنبدأ نشتغل بيها. طيب اول حاجة هيكون عندك الواجهة اللي ناحية اليمين دي، بيكون في جيميناي 2.5 برو بريفيو تي تي اس، وفي نفس التوقيت في فلاش نفس الاسم ولكن اختلاف برو فلاش. طيب ايه الفرق بين الاتنين؟ اول واحد بيقدر ان هو يطلع لك اصوات واقعية 100%، ولكن بياخد وقت بطيء وبيطلع لك جودة كويسة. التانية بياخد وقت اقل جدا وطبعا بيطلع لك صوت ممكن ترضى عنه شوية ولكن مش احسن حاجة. فاللي احنا بنستخدمه في الاعلانات هو اول واحد. طيب خلينا نبدا بقى في المود اللي تحته على طول. في فرق بين الاثنين دول، مالتي سبيكر اوديو وسنجل سبيكر اوديو. طيب من اسمهم انت هتكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي. مالتي سبيكر ده بمعنى ان في اتنين هيعملوا محادثه مع بعض دلوقتي، يعني تقدر تعمل بودكاست كامل حرفيا وانت واقف هنا. وتقدر كمان تقدر ان انت تعمل موفي سين بين اتنين، يعني اتنين اكنهم بيتكلموا في نفس المكان ده. طيب احنا هنشتغل بايه؟ احنا نشتغل بانهي فيهم؟ احنا نشتغل بسنجل سبيكر اوديو، ولكن خلينا نشرح برضو مالتي سبيكر اوديو والموديل سيتنج وكمان الفويس سيتنج. طيب هنقدر نشرح ازاي، هنقدر نطلع ازاي فويس اوفر دلوقتي منهم. اول حاجه خلينا نشرح اللي تحتها على طول اللي هي الموديل سيتنج. ايه هي التمبريتشر؟ التمبريتشر دي عباره عن بكره دلوقتي قدامك ايه، كل ما تزودها وكل ما تقللها بيحصل اختلافات في الصوت اللي بيطلع. طيب بمعنى ايه؟ معنى انت لو زودتها بتاخد تفاعل اكتر في النص، التكست اللي بيطلع او اللي انت بتكتبه، الفويس اوفر اللي بيطلع من الجوجل، الفويس يكون احسن تفاعلا في النص، ولكن بيكون اقل شويه في نقطه انه يخلي الصوت زي ما هو، فبيخلي الكرياتيف اعلى. فاحنا بنستخدمه لما نحب ان الاصوات بتاعتنا او الفويس اوفر بتاعنا يكون فيه تفاعل اكتر. طيب التمبريتشر ده لو قللته بيطلع لي نفس النتيجة اللي طلعت قبلها، بس ما بيكونش بيتفاعل مع النص ولكن بيحفظ النص. الفرق بين الاتنين ان التمبريتشر لما بتعليها بيزود لك الكرياتيفيتي وممكن يبوظ لك شوية من الكلمات، ولكن احنا ما بنستخدموش بالكامل. هنوريكم دلوقتي لما نوصل للمرحلة بتاعته احنا بنستخدمه في ايه. طيب كده احنا عرفنا التمبريتشر وعرفنا جيميناي 2.5 برو وكمان عرفنا المود اللي احنا هنشتغل بيه. طيب الفويس سيتنج اللي موجود تحت دلوقتي، سبيكر 1 سيتنج وسبيكر 2 سيتنج. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ سبيكر 1 سيتنج ده الاولاني اللي هيبدا ان هو يتكلم، سبيكر 2 هو برضو التاني اللي هيرد عليه. طيب خلينا نبدا نتكلم احسن في الفويس الخانه اللي تحت دي. سبيكر 1 سيتنج دي الاصوات اللي تقدر تستخدمها. Ready to build something awesome today? Got a project in mind? What do you want to explore? نفس الشيء برضه هتلاقي هي نفس الاصوات دي. فاحنا هنبدا نخلي الفويس الاولاني Got a project in بك ده، ونخلي الفويس التاني كوري مثلا. Ready to make something? نيجي في الخانه التانية. اول حاجه هي قدامك الواجهه دي مقسومه نصين. الواجهه اللي في النص دي اللي احنا نشرحها دلوقتي هي عباره عن ستايل، ده التون بتاع الفويس اوفر اللي هيبدا يتكلم. يعني ايه؟ هنا مكتوب ان هو الصوت يكون هادي وفي نفس التوقيت يكون ترحيب. فلو دوسنا كده رن هنشوف الصوت هيطلع ازاي والفويس اوفر هيطلع معانا عامل ازاي. Hello! We're excited to show you our native speech capabilities. where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. حلو جدا. طيب لو جينا كمان هنا غيرنا في الموضوع ده، لو قلنا دلوقتي ان احنا محتاجين الفويس اوفر يكون المحادثة تكون الناس متعصبين فيها، هنعملها ازاي؟ تقدر ان انت تكتبها بالانجلش، واحسن حاجة في موضوع جوجل دلوقتي ان انت تقدر تكتب البرومت بالعربي عادي جدا. يعني نقول متعصب، نكتب هنا
باللغة العربية متعصب ويكون بيتخانقوا، وندوس رن ونشوف هيطلع عامل ازاي. Hello! We're excited to show you our native speech capabilities. نكتب دلوقتي متعصب، ممكن نكتب دلوقتي متعصب وصوت عالي وخناقة. تمام. هنا السبيكر 1 خلينا نقول ان هو هيقول ممكن نقول انت ازاي تعمل معايا كده. السبيكر 2 هيقول انا ما عملتش حاجة. لو عملنا اد دايلوج تاني هيطلع لنا سبيكر 1 اللي هو هيرد عليه، نقول لا عملت، نكتب لا عملت، وهنا نكتب لا ما عملتش، ونخلي التمبراتشر اللي هنا دي نخليها 90 وندوس ران. انت ازاي تعمل معايا كده؟ أنا ما عملتش حاجة. لا عملت. لا ما عملتش. فبالطريقة دي احنا ابتدينا نطلع فويس اوفر، وابتدينا نطلع محادثة بالمجاني وفري تماما. طيب ايه الخانة اللي هنا دي هي اللي طلعت من هنا. فانا كل ما ازود حاجة هنا اهو بتظهر هنا، يعني انا لو زودت دولة كمان اهو ظهر معانا. فهي هنا بتبدأ تعمل الحاجة وهنا بتظهر. طيب خلينا نخش على المرحلة اللي بعدها وهي سنجل سبيكر اوديو، هي دي اللي احنا عايزينها. طيب احنا عرفنا اللي هنا ان ده ستايل الصوت اللي احنا هنبدأ نعمل بيه، وهنا التكست اللي احنا هنبدأ نكتب الفويس اوفر بتاعنا او السكريبت فويس اوفر بتاعنا. طيب خلينا في الاول نختار موديل كويس. انا مثلا هختار اورس ده. What's a skill you'd like to do? تمام. وابدأ ان انا اكتب هنا مثلا اسلوب اعلاني سينمائي جذاب وشرح للاعلان. تمام. انا هنا كتبت ان انا عايز الصوت بتاعي او الفويس اوفر بتاعي يكون بالاسلوب الاعلاني وسينمائي. طيب هبدأ اكتب هنا تكست مثلا، نقول نبدأ نكتب مثلا ايه اعمل تقدر قص الحتة اللي فاتت دي يا ابراهيم، ركز من هنا. تقدر تكتب كمان من هنا تاني تقدر تكتب هنا الفويس سكريبت تقدر تكتب سكريبت فويس اوفر من هنا، تقول له مثلا ايه تقدر تشتري الكورس دلوقتي بخصم 70%. ولو دوسنا رن هنشوف هيطلع لنا الفويس اوفر عامل ازاي. تقدر تشتري الكورس دلوقتي بخصم 70%. تمام. لو انا قلت له هنا شلت مثلا اسلوب الاعلاني ده وصل كمان جذاب وشرح الاعلان وخليناه اسلوب سينمائي بس، نشوف كده هيوصل لايه. تقدر تشتري الكورس دلوقتي بخصم 70%. حلو جدا. طيب هتقول لي دلوقتي طيب انا دلوقتي مش فاهم ازاي اكتب الستايل بتاع الصوت، وانا اصلا ما بفهمش جدا في الساوند فويس اوفر. فهقول لك ببساطه هتخش تفتح تابه جديده من جوجل تكتب فيها ساوند ديلز، بعد كده هتفتح اصوات بكل اللغات، بعد كده البحث المتقدم دي، بعد كده هتبدا بقى تحدد اللي انت عايزه عشان تبدا ان انت تكتبها في جوجل اي اي. طيب في الدوله هنخليها مصر، اللكنه طبعا هنخليها العربيه الفصحى، بعد كده اللغه العربيه، الجنس ذكر. هنا بقى هنيجي لاهم تركايه اللي احنا عايزينها. طيب الاسلوب الادبي، خلينا نشوف الاسلوب الادبي. هنا بيبدا لك ويقول لك كل الاساليب اللي انت ممكن تستخدمها في الاعلان بتاعك وعلى حسب الاعلان بتاعك ماشي ازاي. طيب احنا لو بنستخدم اسلوب الشرح والوصف، انت كده اكنك بتشرح حاجه او بتشرح منتج او بتشرح مثلا لعميل المنتج بتاعه بيقدم ايه. طيب احنا عايزين نبين دلوقتي اسلوب الاعلان والترويج. تمام. بعد كده طبيعة الكلام، هنا عندك كذا حاجة من التابس دي كلها اللي انت تقدر تختارها. تمام. فنخلينا مثلا نقول
ان هو هيكون تحفيزي. بعد كده الدور الفني نخليه متحدث محفز. تمام، يبقى احنا كده هنقول اسلوب الاعلان والترويج وتحفيزي ومتحدث محفز. فهنا هنبدأ نرجع تاني، هنكتب له اسلوب، هنبدأ نقول له اسلوب اعلاني، اسلوب اعلاني ومحفز ومتحدث محفز. واهم نقطة نكتب اللكنة بتاعته هتكون ايه. احنا ممكن نخليها السعودية، نكتبها اللهجة السعودية العامية مش الفصحى. فنقدر نشوف نخليها هنوصل لايه. طبعا احنا هنا هنخليها التمبريتشر بتاعتنا 1.25 زي ما هي موجودة بالظبط. وبعد كده هندوس رن. تقدر تشتري الكورس دلوقتي بخصم 70%. طيب احنا ممكن نغير كمان ونخليه مثلا، What kind of masterpiece? What sparks your interest? نخليها Got a project in بك. يعني انا ممكن استخدم بك في الاعلان ده. ونغير شوية في الكلام. خلينا نقول دلوقتي مثلا ايه، اليوم الوطني السعودي لازم كلنا نشتغل، فلازم تتعاقد معانا. خلينا نشوف هيقول ايه. اليوم الوطني السعودي لازم كلنا نشتغل، فلازم تتعاقد معانا. حلوة جدا. طيب احنا ممكن نخليها كمان غير اللهجة السعودية دي، نخليها المصرية، ونشوف هيطلع لنا بالكواليتي عاملة ازاي، لان احنا كلنا عندنا مشكلة في اللغة المصرية. اليوم الوطني السعودي لازم كلنا نشتغل، فلازم تتعاقد معانا. طيب خليني برضو لو قللنا مثلا التمبريتشر ده شوية نخليها 9. بعد كده نشوف ايه اللي هيظهر. اليوم الوطني السعودي لازم كلنا نشتغل، فلازم تتعاقد معانا. ففي شوية كلام انت ممكن تظبطها بالتشكيل، ولكن احنا لو دوسنا تاني رن، خلينا بس كده نخليها 1.65 بحيث ان هو يتفاعل مع النص جدا، ونشوف هنوصل لايه. هو اليوم الوطني السعودي لازم كلنا نشتغل، فلازم تتعاقد معانا. ده جميل جدا، بحيث ان هو خلى الكرييتيف مع نفسه، فقدر ان هو يفهم الجملة ويطلع احساس للفويس اوفر اللي انت بتشتغل بيه. وبس كده يا شباب، كان معاكم علي بن بوزيا. احنا النهارده اتعلمنا ازاي نعمل فويس اوفر مجاني بالكامل بكل اللكنات وبكل جميع اللغات. واستنوني في حلقات تانية كتير.